بسم الله الرحمن الرحيم. مربي النحل أوروبي هولندي اعتنق الإسلام في 1988. إدريس مسلم هولندي أصبح مسلم بسبب دجاجة في عملي بتكنولوجيا اللحام. كان يوجد شخصين مغربيين، وفي أثناء استراحة الغداء في استراحة الغداء قالوا لي: تعال يا روب لتأكل معنا. اسمي الهولندي روب، واسمي بعد الإسلام إدريس. قلت لهم: نعم أوكي، وذهبت لهم. جلسنا على طاولة ووضعوا في المنتصف ألمنيوم، قاموا بفتحه وكان بداخله دجاجة مشوية. قام كل واحد بأخذ قطعة من الدجاج، وقمت أنا أيضا بأخذ قطعة وأكلتها. شكرا، شيء لطيف. في الأسبوع المقبل ذهبت إلى محل هولندي حيث يبيع اللحوم، واشتريت قطع لحم وقمت بشويها وحضرتها معي العمل لنأكل أنا والشباب المغاربة، وقلت لهم: تفضلوا نأكل سويا. فسألوني: من أين اشتريت هذا اللحم؟ قلت لهم: من محل هولندي هناك. فقالوا: لا يمكن أن نأكله. قلت: لماذا؟ قالوا لي: هذا ليس حلالا. قلت لهم: حلال؟ ماذا تعني حلال؟ قالوا لي: لا يمكن أن نأكله، خذوا أنت معك إلى البيت. قلت: حاضر، لا يوجد مشكلة. وأخذته معي للبيت. بعد أسبوع قاموا بدعوتي على أكلة كسكسي في بيتهم، أكلة مغربية مشهورة، وجئت إلى منزلهم بحضور كل العائلة والأطفال. رأيتهم يأكلون بأيديهم فاستغربت جدا، وكلهم مجتمعون في مكان واحد. وأنت تعرف الهولنديين، كل شخص يأكل في طبق بمفرده، ولا توجد هذه الروح لدينا. كانت كل العائلة تأكل من طبق واحد، والكل مجتمع حول بعضهم. البعض يأكلون بأيديهم. قلت في نفسي: ما هذا؟ فبدأت أسألهم أسئلة تدور في ذهني، فقالوا: لا نستطيع أن نجيب عليها، يجب أن تذهب إلى الإمام. وبعد سنة من هذا الحدث أصبحت مسلما، لكن الدجاجة كانت هي البداية. دخل إدريس الهولندي الإسلام عام 1988. جلست سنة كاملة أبحث عن الإسلام وأقرأ القرآن والحديث، فكنت مهتما جدا به أكثر من النحل. وبعدها ب4 سنوات تزوجت بالطبع مسلمة من ألبانيا. عمتي لديها 98 سنة، امرأة عجوز. منذ 3 أسابيع جاءت إلى بيتنا زيارة. دعوتها أنا وزوجتي لزيارتنا، لكنها تأتي من أمستردام بالتاكسي لأنها لا تستطيع أن ترى جيدا. وبعد أسبوعين من الزيارة اتصلت علي مرة أخرى. نحن عامة كل أسبوع نتواصل. فقالت لي: أريد أن أكرر زيارتي لكم مرة أخرى. فقلت لها: ماذا حدث؟ قالت لي: أنا أعجبني جدا عائلتكم. الطريقة الإسلامية هي تقطع واحد المسافة ديال حوالي 700 كيلومتر بالتاكسي كل سنة لتأتي إلينا، بالرغم أن لديها أبناء ولكن ليسوا مسلمين. هي تذهب إليهم بعض الأحيان، تشعر بالارتياح أكثر عندما تأتي إلينا، بالرغم أن المسافة إلينا طويلة. قالت: ما شاء الله، لديكم عائلة جميلة. زوجتي الألبانية دائما تحدث عن الإسلام، لكن الله هو من يقرر. نستطيع أن نتحدث معه صباحا ومساء، لكن الله عندما يريد بلمسة واحدة يهديها إلى الإسلام.